لو بتضحك الصبح بتعيط آخر النهار وبتكتب بوستات حزينة كتير وانت مش عارف ليه، فانت محتاج ليثيوم اوريتيت مش جلسة فضفضة. الليثيوم اوريتيت يا صديقي هو شكل طبيعي ومخفف من عنصر الليثيوم، بيتاخد دايما بجرعات صغيرة جدا وده اللي بيسموه المايكرو دوزنج. ولازم تبقى عارف يا صديقي ان هو من اشهر المود ستابلايزر، وعلى عكس الليثيوم كربونات اللي دايما بيتوصف بجرعات عالية الناس اللي عندها الاكتئاب ثنائي القطب، الليثيوم اوريتيت آمن اكتر ومناسب للأعراض الخفيفة أو للوقاية من تقلبات المزاج بدون أعراض جانبية كبيرة. واللي أنت ما تعرفوش يا صديقي إن الليثيوم أصلا عنصر طبيعي موجود في جسمنا كلنا. الليثيوم أوريتيت بيساعد في تعديل المزاج، ده غير إن هو بيساعد في تهدئة القلق وتهدئة الأفكار السلبية، والأهم من ده كله إنه بيقلل جدا العصبية والانفعالات، ده غير إن هو بيحسن النوم وبيحمي الدماغ من التدهور العصبي، ده غير إن في دراسات كتير جدا بتربط بينه وبين تقليل السلوكيات الانتحارية والاندفاعية. فلو انت عندك تقلب في المزاج او قلق مزمن، الليثيوم اوريتيت هو الحل يا صديقي. كمان لو عندك ADHD او ضغوط عالية، الليثيوم اوريتيت ممكن يساعدك جدا. كمان ممكن يساعد بنسبة كبيرة جدا في حالات الاكتئاب. بس ما تنساش يا صديقي ان انت لازم تستشير طبيبك الاول، وحاول يا صديقي ما تستخدموش لو انت عندك مشاكل في الكلى او لو انت حامل او بترضعي. واحسن جرعة ممكن تاخدها من الليثيوم اوريتيت هي من 5 ل 15 مللي جرام يوميا. فلو بدأت تاخده راقب تأثيره على مودك وعلى مزاجك. ما تنساش تشاركني في الكومنتات هل جربت الليثيوم اوريتيت او سمعت عنه قبل كده وتأثيره كان عامل عليك ازاي. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.